وبدأ من خلال تجربته مع طلابه ومن رآهم في البلاد التي زارها ودار فيها، وقد دار إمامنا الجزري الكثير من البلاد، من خلال تجربته وسماعه من الناس لاحظ بأنهم يكثرون الخطأ في بعض الكلمات، فدونها محذرا أن يفخمها القارئ. سنراها في اللوحات التالية. نعود إلى اللوحة ونرى في البيت 35 قول إمامنا الجزري: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. الآن يتكلم ابن الجزري على الهمزة وأنها لا تفخم. طبعا قوله رققا مستفلا من أحرفي هذا كان كافيا، ولكنه أكد على الهمزة في هذه الكلمات من خلال ما رأى. الحمد لعله رحمه الله رأى في بعض البلاد من يفخم الهمزة فيقول الحمد الحمد. أنا والله ما رأيت، لكن لعل الجزري رحمه الله في خلال تجواله في العالم وجد من يفخم الهمزة في الحمد. ولكن الكلمة الثانية كلمة أعوذ، نعم هذه شائعة جدا جدا شائعة. يعني بيقول أحدهم، وخاصة هؤلاء الذين يسمون الصيتين أصحاب الأصوات ويراعون النغمات في القراءة، فيبدأ أحدهم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ. شايفين هكذا يقول أعوذ، فيفخم الهمزة، وهذا أمر بشع جدا لأن الهمزة لا تفخم لأنها مستفلة. أعوذ بالله، ولا نقول كذلك اهدنا ذكرها الجزري، وأنا أيضا أستغرب كيف تفخم همزة مكسورة اهدنا. لا أدري كيف بعض الناس قد يفخمها، ولولا أن إمامنا الجزري وجد من يفخمها لما دونها هنا. الله، نعم هذه الهمزة كثيرا ما نسمع من إخواننا أنهم يفخمونها لتأثرهم باللام بعدها، فيقول أحدهم مثلا في أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الله، والهمزة لا تفخمها العرب، لذلك علينا أن نقول ولا نضغط صوت الهمزة إلى سقف الحلق. الله الله. إذن هذا لا بد منه، الله يبارك فيكم، الانتقال من همزة مرققة إلى لام مفخمة. الله، ولا نقول أبدا الله.